قال بعض أهل العلم: الغضب انفعال لا يملكه الإنسان، فقالوا معنى ذلك عود نفسك على عدم الغضب حتى يصبح ذلك لك صفة. إذن الخلق الحسن صفة، ولكن انتبهوا يا إخوة، هذه الصفة قد تكون موجودة في الإنسان أصلا وقد يكتسبها. وبهذا نعرف بطلان قول من يقول إذا قلت له: يا أخي لماذا لا تترك هذا الخلق السيء؟ قال: يا أخي ماذا أفعل؟ طبيعتي، هذه طبيعتي. بعض الآباء في البيت يغضب من أي شيء، وإذا غضب ضرب المرأة وضرب الأبناء، ثم إذا هدى ندب. جاني رجل يبكي، قال: يا شيخ أنا كسرت يد ابني. لماذا؟ قال: والله أغضبني فضربته على الحائط فانكسرت يده، ماذا علي؟ فقلت له: يا أخي لماذا هذا الغضب وهذا الثوران؟ قال: ماذا أفعل؟ هذه طبيعتي. قلت: بل تستطيع أن تفعل، درب نفسك على عدم الغضب، وأول الشأن أن تهرب عند الغضب. إذا غضبت توضأ وقم صل، اخرج من البيت، وعود نفسك على هذا. فالخلق الحسن صفة يتصف بها الإنسان، يتحقق بها الخير الشرعي والعرفي. فالخلق الحسن يتتحقق به الخيرات للمتصف بها أولا، ولغيره ممن يعيش معه. والخلق السيء يقابل ذلك، فهو صفة يتصف بها الإنسان يتحقق بها شر للمتصف بها وغيره. والموفق منا أيها الإخوة من راجع نفسه وتأمل في حاله، وكل واحد فقيه نفسه وطبيب نفسه. فالموفق منا من راجع أحواله فما وجده من خلق حسن حمد الله عز وجل عليه، وعلم أنه فضل من الله، وسأل الله أن يثبته عليه ولم يغيره. وما وجده من خلق سيء استغفر الله منه وقلاه وهجره، وسأل الله أن يخلصه منه، وسعى في تغييره. ومن غير ما في نفسه وسعى إلى تغيير ما في نفسه غير الله عليه. فإن غير إلى خير غير الله عليه إلى خير، وإن غير إلى شر كان الجزاء من جنس العمل.